وراه موقع بديل. مرحبا بكم، نجانا ونجاكم الله من المصائب، ولكن هذه البلاد سعيده المصائب ديالها ما كتسالاش عباد الله. اليوم شفت جوج مصيبات في هذه البلاد كما قلت، نجانا ونجاكم الله من المصائب. جوج مصيبات اللي انا بالنسبه لي وثقافتي المتواضعه جدا وموقعي المتواضع كنقول ما بقاش المشكل دابا في عبد الحموشي خصو يدخل ولا رئيس الحكومه ولا اوجار. الان انا في اعتقادي الشخصي جاء الوقت للمؤسسه الملكيه خصها تدخل. الا ما تدخلش الملك دابا من دابا الله، بالنسبه لي انا سلام عليك ايها المغرب، والله العظيم تسلام على هذا الوطن هذا. اليوم جوج ديال الاشرطه فيديو وصلوني الرعب فيهم، الرعب، وما بقاش ممكن الملك يبقى ساكت. ماشي قاعد غير لا، خاصو يخرج بشي فعل، خاصو يا اما يهبط يا اما يدير شي تصريح يا اما يدير شي حاجه خاصو يديرها. تصوروا معايا، خليكم تشوفوا هذا الفيديو ونكمل معكم. السلام عليكم ورحمة الله. إخوانا دا ميساج من واحد الأخ كيقولوا له الزفزافي، السيد الزفزافي ناصر اللي بغا يشعلنا الفتنة وبغا يشعل لنا المغرب وكيفرق بين ريافة وبين جبالة وبين الداخل. راه حنا كاملين المغاربة السيد الزفزافي حذاري، وإلا نوضتي هاد الفتنة هادي تفرق خوتك ريافة على خوتك في الداخل والخارج. راه حنا بزاف، راه بسقى الواحد تغرق الحسيمة. وعندك رد بالك السيد الزفزافي، راه حنايا كنعطيوك انذار السيد الزفزافي، راه الا طلقونا عليكم والله يهديك وبجود الله الذي لا رب سواه، الله لا بقى فيك شي عظمه ديال السيد الزفزافي. او ديري منك تكفير. إذا كما كتشوفوا مغاربه بلباس عسكري امريكي كيهدوا المغاربه بالقتل على شاكلة ما يجري في سوريا وفي ليبيا وفي عدد من الدول. مغاربه والقانون الجنائي المغربي التهديد بالقتل والتحريض على القتل كلها جنايه يعاقب عليها القضاء المغربي. فملي كيخرج البشر عندك المغربي يولي يدير لك اللباس ديال زي الامريكي العسكري ويحل محل الدوله في تطبيق الحقوق ويحمينا، نفترضوا كاع سيدي الزفزافي ولا شي جهه خارجه من القانون، جدلا شكون هي الجهه اللي كتحمينا من الحقوق من المجتمع وكتحمينا من الجرائم؟ هي النيابه العامه. اذا ملي كيوليو هاد الاشخاص يتقمصوا دور النيابه العامه، هذا انتحال صفه. اذا جريمه واضحه في القانون دابا، التهديد واضح، التحريض واضح، زرع الرعب والفزع. فين هو داك الجريمه ديال زرع الفزع وسط المواطنين؟ انا دابا تفزعت، فين هي زرع الوطن؟ شكون اللي وقعت عنده السكين؟ شحال من جريمه؟ زرع الفزع وسط المواطنين، التحريض على القتل، تهديد ديال الامن ديال السكينه، انتحال صفه ديال جهاز النيابه العامه. ملي كتولي هكا الجرائم واضحه والدوله في حياد والنيابه العامه في حياد، اذا هذا انحلال الدوله مشات بحالاتها. ملي ما كيوليش القانون هو سيد الموقف، خطوره الاخطار من هذا الشيء. وعلاش كنقول الملك خصو يتدخل؟ خطوره ما معنى دير جاي عسكري ديال دوله اخرى عظمى وتهدد به القتل وتقول انا غنرتكب به جريمه ضد الانسانيه؟ وهذيك الدوله العظمى اللي هي امريكا راه كتقول هي راعيه السلام وكتدافع على حق التعبير وحريه التعبير. انا كمواطن مغربي كيولي بالي الزي العسكري، اذا عتبان لي امريكان كتقتل، غنقول بان امريكان داخله في صفقه مع شي جهه اللي باغيه تقتلنا وسط المغرب. اذا خاص السفاره الامريكيه دابا تخرج بموقف. واش كتفق مع هذا الشيء؟ خاص البنطاغون يهضر، خاص دوله عظمى. وحنا محتاجين، عندنا مشكل في الصحراء وتخليو هاد العباد في هاد البلاد. ولا شكون منين جا هاد البشر هاد الجهه تزعم ودار كسوه ولا كيهدد بالقتل؟ شكون اللي عطاه الدور الاخضر في الدوله؟ او شنو هي الشروط؟ شنو هي الضمانات النفسيه اللي خلاتو يزعم المغربي هاد الزعمه كلها ولات عنده؟ ولا كيدير لباس ديال دوله اخرى وكيهدد بارتكاب جرائم القتل داخل البلاد؟ واش كتعرفوا فين وصلنا عباد الله في هاد المصيبه الكحله؟ وكاين فيديو اخر اللي كذلك انا سمعت الاحداث ديال الاعتداء على المحامي دمكناس، وجاني بيان ديال السير الاداره العامه سي الحموشي ونشرته، وصدقوني انا صايمه فيا من حلف ما شفتش الفيديو. وعيط لي المحامي ديال شي 3 ايام وكنت مشغول، وقال لي راه انا الاداره العامه اللي دارت البيان راه هو انا. قال لي راهم ما كيقولوش الحقيقه، راه ضربني بوليسي وزحمه الاحداث والاخبار والاتصالات وكتعرفوا هاد المواد. كنقول غير ونسيت. اليوم صدفه كنهضر مع واحد السيد حتى كيقول لي هذاك المحامي صيفط لي شارة فيديو لاول مره غنعاينو، بغيتكم تشوفوه عاد نكمل معاكم. صافي
ايوا كاين شي رعب اكثر من هذا. وكتشوفوا عباد الله، شوفوا البوليسي بالكسوه الضابط، شوفوا المسؤول، شوفوا المواطن جالس كيمارس كيطبق القانون. افترضوا جدلا بان هذاك السيد ماشي بوليسي كما كتقول الاداره العامه الوطني. فين هو الحمايه ديال المواطن البوليسي كيتفرج؟ وقبل ما نكمل معاكم سمعوا عقب درت معاه مكالمه المحامي، سمعوا اش كيقول. واش انت عرفتي داك البوليسي؟ عرفتي هذاك اللي ضربك بوليسي ولا غير مواطن كان حدا بوليسي؟ لا شو هذا باليقين انه هذاك الشخص بوليسي. ديك اللقطه فاش تضربت انا راه ماشي هي بدايه الاعتداء. راه كان من قبل كنا كنتشادوا كنتناقشوا في هذا الموضوع هذا ديال طريقه فض الجمهور، وما عجبوش الحال انه قلت له راه حنا محامون وعارفين القانون، لان حتى هاد الهضره بغاو يحوروها في اتجاه اخر. قلنا كنقولوا له حنا راه محامون وعارفين القانون، ديروا الاجراءات ديالكم بفض ديال التجمهور الى اعتبرتوا هذا مشروع، ديروا الاعلان ديال فض التجمهور 3 المرات، وحنا غادي نقرروا واش الى بقينا تعاملوا معنا كما يجب بالقانون. سينو اعترف لنا هذاك الشخص كان من قبل وجاي من بعد جاي كيجري من جهه اخرى باش يقوم ذاك الفعل ديال الاعتداء. استاذ اسمح لي، هذاك الشخص اللي دخلتي معاه في سجال قانوني هو نفسه الشخص اللي غيتحاول يضربك، دخل معك في الاول في السجال وضربك. من بعد هو كان من بين العناصر اللي كنا كنتناقشوا معاهم في القانون، ومن بعد غيجي باش يدير هذا السلوك هذا. وثانيا كاين شاهد الاستاذ حميد، كاين شاهد عيان شايفه وكيعرفه على انه بوليسي، شايف عارفه بوليسي، لانه واش كان في الدور راديو على ما قال لي ذاك الشاهد، وكان الراديو ديال الصنفي. وهذاك الشاهد مستعد يدير شهادته امام المحكمه بطبيعه الحال. هو شاهد كاين حاضر مستعد يدلي، وهو غادي الاقوال ديالو غادي نضمنوها في تصريحات رسميه وغادي نقدموها للمحكمه. واخا الاستاذ، وكاين ضرب كانت ضرب الجسم ديالك، يعني تضربتي؟ عندي شهاده طبيه تفيد العجز. انا دابا عندي مشكل في التنفس ديال الجهه الليفريه ديال صدري. واخا اسمح لي، حيت الوقت كيضيقني، ما تقلقش مني. وهذاك الشخص المسؤول الامني اللي كان داير شنو واش قال الاخوان رجعوا الله ولا بدا شي حمايه ولا ما حماكش؟ بالعكس هو كان يتمادى في اعتداء عليا هو بشخصه. هذاك اللي لابس قميجه بيضاء والضابط ياك اللي لابس الشريط اللي هو ربما رئيس الدائره ديال المنطقه اللي فيها. شنو دار لك هذا؟ هو براسو اعتدى عليا جسديا، اعتدى عليا لفظيا، والناس حاضره. هذا الشيء راه في الشارع العام، ما قامش نهائيا باي فعل اللي غيحمي المواطن من اعتداء ديال مواطن اخر، على فرض انه ذاك الشخص اللي كتقول الاداره العامه مواطن. واخا الاستاذ، وشكرا وتضامننا معكم الاستاذ العزيز. اذا المحامي اش كيقول؟ تاكدوا عنده الشاهد بان ذاك السيد رجل امن، وكما كيقول المحامي فرضا انه ماشي رجل امن. واش دابا انا البوليسي ياك لابس كسوه، لباس نظامي، لباس عسكري، ماذا تقول يا استاذ الحموشي؟ في موظف تابع لك يقف هنا وبجانبه مجرم يذبح امراه، وذلك الموظف لم يتدخل. عيش البيان ديالك ما تضمن حتى شي اشاره داك السلوك السلبي ديال رجال الامن. افترضوا جدلا انا صدقناك. ايوا الخطوره الخطيره السي الحموشي، الرعب بوليسي واقف ومجرم كيغتصب طفل. وجا الحموشي قال لي شوف شي داك البوليسي راه ماشي هذاك اللي اغتصب، راه ماشي ولده، لا راه ماشي راجل اختو، لا راه ماشي هو اللي وصاه. وانا كنقول لك علاش بقى واقف سلبي؟ عطاني موقف. كيقولوا يا المحامي سير حامي على امك، سب الاصول، سير عاود لامك انت والمحامي ديالك. وهنا كتوجه هيئه المحامين بالدار البيضاء، عفوا بالمغرب، سيسجل التاريخ بمداد من الخزي والعار الا سكتوا على هذا الشيء. كل محامي عنده بدله سوداء والله ما باقي نحترموا من دابا اللور الا ما عطاش موقف. هذاك راه اعتداء على هيئه كينظمها القانون، هذاك راه حقره. ماشي تحكر على القاضي الهيري من يهبط عندك التطواني تسجل في المحاماه وتطور اسم الفساد. كاين شي فساد اكثر من هذا؟ يلاه على هيئه التطوان دوك المحامي والمنتج واحد خينا راه زعار واحد. يلاه وعطيونا موقف. ها هو الاعتداء على حرمتكم وعلى هيئتكم وعلى قانونكم كلش. كما المحامون اللي اعتدوا على قنيط راه كذلك خرجوا الفساد. هذاك النهار اش كنهضر. يلاه عطيوني موقف. المحامون اللي اعتدوا عفوا اللي حيحوا على ذاك القاضي في
تطوان انت مسكين مشى بحالته الالمانيه، عطيونا موقف ماشي قاضي حيت عارف كذا كتفاوضوا. ها جهاز البوليس ولا حيت فيه البوليس فيه المخابرات حيت كيرأسها الحموشي رئيس المخابرات شي حاجه الخوف، عطيونا موقف رجولي هيئه قولوا سير لامك سير وبوليس يوقف يتفرج. كاين شي وضع اكثر من هذا مصيبه وصلنا له، ولات الدوله كتبقى مسؤولين ديالها اللي المفروض يحميو القانون وكتعرفوا القانون المسطره الجنائيه فصل السوسيل. حتى بوليسي الا تم غادي وشاف شي شخص كيرتكب جريمه خطر ممكن يعتقلوا ويحطوا له ويعتقلوا عادي. يشعر النيابه العامه القانون كيعطي هذا الحق. انا غادي بان لي واحد السيد غيقتل يذبح، واش نتسنى عليك النيابه العامه؟ تقدر النيابه العامه ما تجاوبنيش ديك اللحظه واش نخلي داك السيد يقتل داك الولد؟ كيباشر العمليه ديال الاعتقال وكنشعر النيابه العامه، والنيابه العامه كتمدد الحراسه وهي اللي كترفع الحراسه طبعا. اذا هذا بوليسي رجل سلطه قدامه شخص كيسب وكيقذف وبقى الموقف ديالو موقف سلبي. المغاربه راه ملي كنهضروا معاكم ما تبقاوش تسمعوا صوت الجهاله والرعاع والغوغائيين، راه حنا الوطنيين. واش الوطن هو نهز لك رايه حمراء؟ واش الوطن هو نقول عاش الملك؟ وهادو راه منافقين. راه ماشي اللي كيقول عاش الملك وطني، راه كاين فيهم اللي وطني وكيبغي الملك، كاين المنافقين. وماشي اللي كيهز الرايه راه مغربي، راه كاين اللي كيهز الرايه مغربي صحيح، كاين المنافقين. انتبهوا لهاد المجرمين. الوطن هو شنو هو الوطن؟ الوطن هو انني نعيش في امان. ما تخرج العصابه تبقى تقول لي غنهرس العظام، اش في المجتمع كتبشرونا به؟ هذا وطن فيه الفزع، هذا وطن ما فيكيش نتمن فيه على ممتلكاتي. الوطن اللي ما فيهش الدوله هي اللي كتطبق القانون ماشي وطن، هذا الغابه، هذه الغابه. شوفوا هذا السيد كيدير عباد الله، شوفوا على الشريط خاصو هادي ما تخلعش الريفي هذاك مول الحراك الاوباش، ما تخلعوش. ماشي هذه اللي على بالكم، ماشي هذيك اللي طاحت عليكم ايامات ولي العهد مولاي الحسن. نقبطوا الوعاء الزفزوفي ديالكم نحطوه هنايا، نشدو على باباه الكلب ونطحنو امو ونخرجوه غبره، نخرجوه نردو امو يبزار كاموني لان ما تحكش ما كيعطيش هو الريحه ديالو. اعطيو للزفزوفي المطالب الاجتماعيه. راه داك المطالب الاجتماعيه للشريف، هاك المطالب الاجتماعيه، ها المطالب الاجتماعيه اللي كتعاينك. شوف قداش مطالب اجتماعيه كبيره، ها هما. بغيتي المشاريع الكبرى، ها المشاريع الكبرى اللي كتعاينك. والله كون يعطيوك لينا هاش نديرو لك انت وامثالك الشرديمات كاع اللي شفناهم سواء في الريف ولا دوك الحثاله تنسيقيات في جميع المدن المغربيه. بغيتو الحراك الشعبي، اعطيو لي غيافه الحراك الشعبي، اعطيو للزفزوفي. ها هو الحراك الشعبي راه كيتحرك. شو قداش ها يتحرك، ها هو، ها الحراك الشعبي. اعطيه الحراك الشعبي يتحرك فيه. ها انت والتالي علاش تولي؟ ها التالي شو التالي كي داير؟ الله يرزقك الصحه والسلامه. اذا هذا كيخرجوا كيخلعنا بالقرعه، كيخلعنا باجهزه تناسليه. فين هي الدوله اللي تحميني انا؟ ها زرع الفزع، ها الرعب. اذا ولاو المواطنين يحلون محل الدوله، قمه ديال انحلال الدوله والانهيار ديال الدوله، انحراف الدوله دابا حنا فيه. الوطن هو انني نولي انا مأتمن على حياتي الخاصه. شنو معنيه تمشي للزبزه في التليفون وتجبد له صوره؟ وشكون دار هذه؟ البوليس. اويلي واحد رابعه بغيت نقولها بشي طريقه بالدارجه باش العالم يسمعني. صغار هادشي خطير، هادشي خطير. البوليس والدوله اللي كتقول الحريات الفرديه والحريات والدوله المغربيه موقعه على الحقوق الفرديه والحقوق المدنيه والامم المتحده والاسره الملكيه اللي هي اسره بانت عصريه ومتفتحه في لباسها وفي شكلها. كيف ان رجال شرطه يدخلوا الحياه الخاصه ديال الناس، نقلب له في تليفونه انه ناعس ولا كيكمي ولا كان شنو؟ فاش ضر المجتمع؟ فاش ضرني انا واحد الشخص الا كما سيجار ولا شرب بيره؟ بينه وبين الله مسؤوليتي نقولوا الله يهديك كاع دينيا راه لا يجب ولا يحق. ولكن ملي كنشهر واش الاسلام كيقبل الفضح، اشاعه عيوب الناس بين الناس باش ننشر الرذيله؟ هذه اخلاق الله ولا الرسول. اين اماره المؤمنين حامي حمى المله والدين؟ كيقول الاسلام اللي كتكون شي فضيحه واش كنستروها ولا كنفضحوها؟ هذه الاخلاق بكل الادب. حنا بغينا غير نفهموا شنو هذا المستوى اللي وصل. بعض رجال الشرطه ما تنقولش كاين رجال الشرطه الله يعمر هذا، ولكن بعض رجال الشرطه تخرج حياه خاصه. هذا هو الوطن.
نطولوا على حياه الناس، خصوصيه الناس، ندخلوا لنا خصوصيته. ودخل عندي انا البيت النعاس، شوف كيفاش كان الاجتماع ديالنا مع المراه ديالي عاوتاني، ودير لي شي كاميرا تحت بيت النعاس وخرجها. ايوا شنو نوصلوا في هذه الحياه هذه بهذه الطريقه هذه لا اخلاقيه؟ كيف؟ شنو هاد المستويات؟ شنو؟ وانا بغيت الاستاذ الحموشي كيما دار واحد الاسهال في البيانات، علاش ما ديرش بيانات في هاد تسريب الصور؟ تسريب الصور من طرف البوليس وتصويرهم، ماذا تقول الاداره العامه في هذا السلوك الامني؟ بغيت السي الحموشي ملي كيخرج البيانات، من اكبر ما خرج البيانات هو الحموشي في تاريخ المؤسسه الامنيه، كان الاحترام ليك، ماذا تقول في هذا المشهد؟ شوف المغزن، شوف مينيتك، شوف المغزن، شوف هيك من المغزن مينيتك، شوف شوف المغزن مينيتك، شوف 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 تحقه، شوف 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 يا جماعة الحالة، شوف 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 عدو الله. شوف المستشفى العسكري، شوف الأمن الوطني، شوف الأمن الوطني، شوف الشيخة، شوف 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 الحانوت شنو عملت له الحانوت؟ ها يا الحواش البوليس كيضربوا بالحجر بالمقالع ولا ما عرفت شنو مصيبه كحله؟ واش كاين هذه في الثقافه الامنيه؟ واش ما كاينش شي توجيه؟ قول لنا دير بيان في هذا المستوى السي الحموشي. اش كتقول في ذاك الضابط ديال الريف اللي كيهضر على البوليس واشرطه فيديو تصريحات خطيره؟ وصلنا لهاد المستويات ديال الدوله، كنا كنفتخروا ولينا كنشوفوا هذا الشيء. والسؤال اللي كنطرحو غنختم بيه، علاش المغاربه ما طرحتوش واحد السؤال عليكم؟ انا عدد من الناس كيتلاقاو لي حميد راه خصنا الكالم، خصنا كذا، كاين الناس يقول لك، ولكن البعض واش تبغيو؟ شنو هو الامن؟ الامن خصو يكون مصحوب بواحد الجو فيه الاخلاق، فيه احترام الاخر، فيه احترام الوطن. اش من وطن عامر بالفخاخ والقنابل؟ انا عمري ما اعتقدت بان المجتمع المغربي فيه العنف لهذه الدرجه لداخل ساكنه. اروع ما كاين في الحراك هو اننا خرجنا هذه الامراض اللي عندنا في الجسم. الجسم المغربي الان انا كنعتبر الحراك الريف دخلوا لواحد العياده وداروا الفحص، بنت لي عندي امراض، عندي مؤسسه امنيه فيها اوضاع خطيره. الامن عباد الله محامي كيتضرب وكيتفرشخ في طنجه، البوليس كيقودوا اللصوص والصوابق تجار المخدرات. واش الامن كيقود المنحرف؟ الا قاد الامن المنحرف اذا الامن غيضيب عليه الحشيش. اذا الامن خضر قبل على السارق واعتمد عليه. نفس شنو دار في سوريا؟ سوريا اش دار فيها النظام؟ نفس العمليه، استند بالشبيحه، خدا الشبيحه. واش بغيتونا الله يحفظ يولي عندنا حنا بحال نظام سوريا؟ شنو الدور ديال البوليسي؟ شنو يستعند؟ ما معنى بوليسي يعتمد على منحرف؟ كيفاش القايد ديال بوفراح يجيب منحرفين ويقول للناس غادي نمارس عليكم الجنس اللي هو جريمه ويعلنوها، وركن الجريمه ثابت علني وقانوني ودي بغيتو. ولا احد يتدخل. اش من دوله بغيتو تبنيو بدون قانون؟ باغي تدخلونا الرعب صح، نوليو خايفين صح، وندخلوا تخلعونا. تجيب لي واحد مفتول العضلات، وانت مفتول الاستاذ؟ واش عقلك عضلات العقل كي دايره؟ عضلات القلب كي دايره؟ عضلات الوطنيه لداخل كي دايره؟ شنو هي تفتلها؟ ماشي كنقارن لك انا حاشا بالبغل ولا بالجمل، حاشا ولا يتمثل، ولكن شوف الجمل شحال صحاح، شو قداش، وكيطلع البشر عا صغير وكيطلع فوقو وكيصوب وكيدي فيما بغا. يعني قوتنا في افكارنا ماشي في عضلاتنا، قوتنا في فكرنا. البشر هو صغير وطوع الطبيعه لصالح مصالحه. الانسان هو كائن صغير طوع الحيوانات والجماد والبغال والسبع، وجاب السبع بالنياب ديالو هكا خارج الوعر ودخلوا الحديقه وبقى كيتفرج فيه في حديقه الحيوانات، وجاب الجمل حطو توقع كيتفرج فيه، وجاب الفيل ذاك القوه ديالو تفرج فيه. يعني راه ما تغلبش العقل، تخلع البشر. الانسان الا امن بالحقيقه والله لا رجع لك اللور. دابا علاش كنهضر هكا؟ حيت امنا كاين الظلم، امنا بالظلم. وما تبنيليش وطن فيه البلطجيه بوطن بالبلطجيه، لا اريده. وطن اللي يكون فيه الفزع وانا غادي في الطريق ومخلوع، ما باغيش. انا باغي وطن تم غادي الحريات ونتسارى بخير. الوطن انا بالنسبه لي فيه هذه القنابل الموقوته قابل للانفجار او خطر، وانا نفضل ننبه دابا مهما كانت الكلفه، احسن ما نبقى كالم هكا وتجيب بواق وتريب لي كل شيء. بالعكس اسمح لي، هذا ماشي نظام، هذا ماشي نظام اللي وقع دابا. هذه ماشي صور. جيب لي واحد كيشوف ديال القضيب التناسلي هكا ويهددني ويجيب لي قرعه ويجلسني فوقها. انا باش غنطمئن انا ولادي،
انا عندي افترضوا انا عندي شويه فلوس باش غنقدر نشري شي بقعه اخرى ولا ندير حانوت، ما يمكنش نستثمر، غنصيفط فلوسي دابا انا لفرنسا. اوروبا ما يمكنش تحط دابا حتى درهم، هذا مجتمع لا يبشر بالخير، هذا مجتمع فيه الرعب. دابا كاين فزع اقتصادي، الامن ما بقاش، الامن ما كاينش، ما تيديرش شغلو. وكنقول والخطوره الثانيه المغاربه، واحد اللي كيسمع يقولها للغايب، كتقرا البيان ديال شي واحد من وزاره العدل كيقول كاين الضمانات ديال المحاكمات. شنو هي الضمانات المحاكمات ديال الزفزافي؟ ما كاينش ضمانات دابا. علاش؟ طرحوا لي السؤال نقول لكم. لان القضاء واحد. ملي كيشوف القاضي بوفراح الواقف الوكيل العام ولا الوكيل الملك بان ذاك القاضي كيسب وكيدير جريمه وما كيدخلش، ما بقايش نثيق في القضاء. ملي يشوف القضاء البوليسي كيدير هذه الجريمه وكيضرب محامي او ما كيديرش، ما يمكنش نثيق في المحاكمه. تقول لي كاين ضمان؟ ما كاينش ضمانات. القانون يؤخذ كله او يترك كله مثل الدين. ماشي كنديروا لايت تجيب هذه وما تجيبش هذه. المحامي في طنجه تكرفسوا عليهم، البوليس كيقودوا عباد الله. كيفاش غنطمئن لك انا المحاكمه الزفزافي وانا كنشوفك انت تقصر في تطبيق القانون؟ انا يدي في قلبي دابا، انا يدي في قلبي. كيفاش هاد المصيبه هذه؟ كل واحد خارج بالبلطاجه نديروا الدين باباكم. والسؤال الخطير اللي قلت لكم وخص اجابه عليه، علاش المحتجين اللي كيطلبوا بالتغيير ما كتسجلش لهم فيديوهات كيسبوا ولا كيجلسوا على القراعي؟ علاش هادئين ومربين وكيمشيو للنقاشات وكيعرضوا على الثغرات؟ علاش المعسكر الاخر كيهدد وكيرعب؟ علاش ما مخلقش؟ هذا هو المغاربه، خصكم تخشيو في راسكم. اش بغيتو، مجتمع ديال الاخلاق ولا مجتمع ديال البلطاجه؟ شكون اللي كيدير البلطاجه دابا والفتنه؟ شكون؟ انت كتقول لي الزفزافي عطله عباده، والقائد ملي كيقول نمارس الجنس هذيك العباده كيقبلها الله. الا سكتي على ان القائد يقبل يمارس الجنس عليا انا، القائد دابا القائد بوفرح يمارس الجنس على المهداوي، نزيد نشرح لكم، نزيد نبسط نقلوا الحياه. واش دابا تقبل؟ واش الدوله تقبل المهداوي يمارس عليه قائد ديال السلطه يمارس عليه الجنس؟ حيت انا ماشي معاه فكرو، قال لك اللي ماشي معايا غنمارس عليه الجنس. قائد كيمثل الملك، كيمثل الوزير، يمارس عليه الجنس وباقي دابا خدام وكيدوزو الصالير في الشهر وباغي تقنعني انا راه الاخر عطل العباده. شنو هذا الشيء هذا؟ شنو هذا المستوى هذا؟ شنو بغيتي نقول لكم؟ اش كيفاش البوليسي المحامي تيقول دير امك سير حامي على امك ينعل ديال امك؟ شنو هذا المستوى؟ وغدا غتجيب لي المحامي، تجيب لي الزفزافي وغتوقفوا في القفص وغيلقى القاضي والملك الفوق الصوره ديالو الظهر الله والفوق وحده الوكيل الملك ولا كاتب الضبط، وغتعيشني في ذاك الجو وغنتقنع انا راه كاين محاكمه. كي غنديرها انا معاك، ولكن واش تقدر تدخلي في عقلي وتحيدي بوفراح، تحيدي المكناس، تحيدي طنجه، تحيدي القناع وما دخلتوش؟ كيفاش غنقتنع بعداله القضيه؟ علاش كنقول المحامون ديال المغرب؟ والله المحامون مع كامل الاحترام رأي سياسي، والله تجاريم اللي مشى هذه خصها المحاكمه يقاطعوها المغرب كامل. ديوهم طحنوهم دوك الولاد، سيروا مما بغيتوا سالينا، حيت العهد الذي بيننا وبينكم القانون، والقانون ما بقاش باش شي قايد يقول نمارس الجنس وحتى شي مسؤول في هذه البلاد ما هزاتو النفس لهذوك الناس. اسمح لي، اللي هرش شي بوليسي ياكل العصا مني وجبد، اللي سب الدوله ياكل العصا مني وجبد، اللي خالف القانون مني وجبد. ولكن اسمح لي باش تمشي عند الزفزافي وتخلي قايد بوفراح وتخلي ذاك البوليسي وتخلي الشفار، اسمح لي راكم المحامون غتشاركوا في مسرحيه اتوها وجيب التلفازه كما درنا مع عدد من اللي فاتوا في الاخر حنا. اسمح لي، غير معقول. علاش هذه الدوله هذه حتى كتكون كتشي مشاع في الصحافه؟ والسي الحموشي ماذا تقول داخليا في ذاك المسؤول؟ درتي شي بيان عقاب اداري لذاك السيد كما كيقول لي انا البارحه وزير الاتصال؟ شوفوا الجبن، ماشي وزير الاتصال ذاك الخلفي، حشومه كتصلي وداير اللحيه والاسلام، عيب الله عليك تتكذب عليا. قال لي قلت له انا راه عندي تهديد بالقتل. قال لي ودرتي شكايه؟ علاش غندير لك شكايه؟ اولا انا درت سرق لي البيسي، درت شكايه وما تسوقتوش ليا، وريت تهرست لي السياره وريتكم السيد، قلت لكم ها فين كتسكن في الحومه، قلت لكم كاين الحوم، قلت لكم ها حومتوها سميتو. شنو بغيتي؟ كيقول لي داك البوليسي واتا تشوفوا خارج قدامك تعرفوا جيبوا لنا ورينا. واش هذا الحماق؟ واش انا تضربت وتكرفست عليا بوز درت شكايات وما كنتحماش، عاوتاني غنجي عندك نضيع واحد 10 سوايع عاود ما نمشي. والقضاء كيتحرك بالوشايه وبالشكايه، والوشايه غير كيسمع. النيابه العامه قال واحد النائب وكيل الملك، انا جالس هنا وجالس في قهوه كناكل وياه في مطعم، سمعني كنقول واحد صاحبي واحد غير غدا راه غادي يسرق واحد البنكه، كنتعاود خاصو يفتح البحث واخا ما عندوش شكايه. سمعني،
وهو كاين الملك جالس كيتقهوى حدايا، هو كيشرب قهوه ولا كيشرب قهوه بعيد منه. جا واحد خاينه، جا الزموس وغيقتلني، وفكونا الناس ومشى بحالاتو. انا هذاك المواطن ما بغيتش نشكي به، صافي بغيت سيدي نسامحو، ولكن هذاك السيد مادام دار هكا راه غيقتل الاخر. وكاين الملك شنو هو دوره؟ كيحمي حقوق المجتمع والامن، اذا خصو يحمي واحد الاخر غيتقتل غدا. واخا انا ما نديرش شكايه، خصو وكيل الملك يتصرف، ماشي تستناني تنحط له شكايه. انا علمتك بالجريمه، كنقول لك هناك اجرام، هناك خطر يهدد البلاد. هاد اللعبه كان كيديرها مصطفى الرميد، ملي كيقولوا شي حاجه يقولوا ما جاتنيش شكايه. شوفوا هاد انا ما بغيتش نقول لهم في هذا رمضان انا صايم، هذاك الرميد الدجل تيضحكوا، حيت الناس عندهم ثقافه قانونيه. الشعب المغربي ضعيف وكيديروا هاد الالاعيب. وحتى الصحفي تيسولني تيقول لي واش وانا ما سمعتهاش البارح في روسيا اليوم، ما كايناش تحط شكايه، ما نحط لك شكايه. اخبار والصحافه تعتبر وشايه. واش نوبير الاموي نهار اللي وصف الصحافه الحكومه المغربيه بانها شلهبيه، واش تحطت شكايه؟ دار تصريح مع جريده اسبانيه، الملك محسن الثاني ساق الخبر. شوفوا الدوله كيفاش كانت زعما، مع كامل احترامي يا عباد الله. شوفوا الحسن الثاني الغير على الصوره ديال الوزاره، عيط لزياد، عيط لعباد الله، يلا قال لهم، وزياد راه كيعاود هذه قال لهم الا تلقى شي حاجه في الوزاره ديالي لقيت هاد الصوره عليهم ما طرحوا لي توزير دابا الخدمه تكون. واش كانت شكايه باش تحركت النيابه العامه وتحرك الملك وتحرك كذا؟ اخبار الصحافه تعتبر وشايه. انا وريتك محامي في مكناس، وريتك محامي في طنجه، كتشوف انت بنادم داير الصور د المريض، كتشوف انت بنادم كيقول كنجلس على القرعه، كتشوف القائد بوفراح. ها هي الوشايات، ها النيابه العامه، ها الدوله، ها الصحافه. عاوتاني يديروا لي بحال فتح الخيام، لا اعرف موقع بديل ولا اعرف المهداوي. دابا هاد الاخبار ما كدوش، ما يمكنش، مع كامل الاحترام لكل واحد كنجبدوه، ولكن راه كاينه كما كيسمى في الصحافه لو بون سونس. لا البون سونس يعني المنطق السليم او العقل، شي حاجه كيقبلها لا لوجيك. ما يمكنش عباد الله. والسؤال اللي كنطرح علاش هاد الناس، هذيك السيده كتقول الناس المحتوجين الحمير. الاخر تيقول اجبد لهم القرعه، الاخر كيقول عندهم حوت ديال امكم. هذاك مامون الدريبي تيقول الشماته، تيقول عباد الله الشمايت اعوج الفم. ملي كيجي واحد متملق شاعل سيجار وكيحلل في الصالون ديالو مثقف دميكا، هبط معنا الارض واقع على كنتي كابابل، وتقول لا من حقه هذاك الجبان، هذاك الزفت اللي بهدلتي رياف، الله يعطيك الدل، الله ينزل عليك النعنى وانت اللي معك اليوم الدين. رياف القرايه العلماء هما حنا، ما تعرف حتى تتعرف جمله الكسول يا السلميه يا فم العوج. انت راجل انت تخبى ورا مرا. الاخرين البوليس بعضهم تيقولوا اولاد العاهره، اولاد الصبليون. سؤال هنا ومع كامل الاحترام للمؤسسه الملكيه اللي العمر ديالها من اقدم المؤسسات في العالم، هي المؤسسه الملكيه ربما حتى من بريطانيا، واللي دامت قرون، واللي حافظوا عليها الاجداد العلويين، خلاوها واقفه بالدفاع عليها وعلى صورتها وعلى هيبتها. سؤال المؤسسه ومن يشتغل داخل المؤسسه، هل يرضيكم ان يدافع الشبيحه على صوره المؤسسه الملكيه ولا يدافع عليها الاوطانيين والاخيار؟ واش بغيتوا الله يحفظ وكتب السلامه؟ كنقول الله يحفظ، لان الا خليتوا الشبيحه تدافع على الملك على المؤسسه يقدر في مخيال الناس يقولوا يا كما الملك يولي غدا بحال بشار الاسد. لان هذه الاوضاع شبيهه باوضاع سوريا. خرجت الشبيحه كدير هذه الحيحه، يلبس لي اللباس د المارينز. كيفاش لباس د المارينز؟ خرج لي رايه ديال الوطن هكا وقول لي الحياه شنو الوطن، وغير يدخل لدارو يمزق داك الوطن ولا يدخلوا المرحاض حاشاكم. دوخونا حنا في ديك الوطن. حتى المغربي ما عنده مشكل مع هذيك خرقه ورقه فوق راسنا، ورقه ثوب احمر ونجمه خضراء فوق راسنا، صوره الملك فوق راسنا، ربما ما عندناش مشكل مع المؤسسه. علاش كدوزوا لنا هكا وتصوروا لنا بحال ضد الملك وضد الرايه وضد الوطن الهبيه؟ افين الحوت، افين الخبز. علاش اسيدي ما درتوش المستشفيات؟ مستشفى اقليمي ما كاينش في الحسيمه، علاش؟ وما تجيش تقول لي بشويه علاش ما كاينش دابا وانت كتعطي 700 مليون لجينيفر لوبيز ولا مغنيه؟ علاش؟ واش ما نحاسبكش انا؟ واش انت الله د الارض؟ واش نتوما فراعنه؟ وسيروا بشويه وكاين الاستقرار. اش من استقرار؟ علاش غدير المغنيه 700 مليون؟ اش تعطيني كمتعه للشعب، كافاده للشعب، كثقافه للشعب؟ 700 مليون بنبني بها مستشفى، نقود الناس ما كيلقاوش الشوكه.
700 مليون تنقذني من السعايه اللي جالسين كنسعاو. 700 مليون نجيبها البنت من الخليج، نجيبها هنا ونعطيها لها وندير لها تكوين ونشري لها شي 10 د الماكن الخياطه. ما بغيناش الفن، ما بغيت. واش انت شبعتوا نتوما شبعتوا وما عندك ما يدير فلوس زايده وتجي تفرج ليا وعطيها 700 مليون وبغيتينا حنا تقول لي الطياير والزفزافي والشيعه وهناك 20 جمعيه في الشيعه وهناك وشحال كاين من هاد الشيعه هادو اللي جالسين كيديروا. شنو صحاب لكم حنا؟ شنو صحاب لكم حنا؟ قولوا كيفاش كنبانوا لكم حنا؟ فين هي الثروه؟ كيفاش وكنقولها وباقي نعاودها وما بغيتوني ندير معكم جميع اللغات؟ كيفاش واحد الشخص خدا ارض ب 7000 ريال؟ هل يقبل الله؟ هل يقبل الرسول؟ هل يقبل الفكر؟ هل تقبل حقوق الانسان؟ هل تقبل المؤسسه الملكيه؟ هل يقبل العقل انك انت عندك 5 مليون في الصالير وعندك ميزانيه وعندك ونزيدك انا واحد المترو ب 7000 ريال وانا عندي ازمه سكن وانا عندي دور صفيح وانا عندي الناس عايشين بالكريديات وفي الوقت المترو كيدير 2 مليون ونعطيها انا من الوزير. وزير اقسم بالله العلي العظيم انا اكون وفيا للملكي وطني ماشي حشومه تريدوا علينا ونهار الجمعه نديروا لنا جدال بويض وكذا الصفوف الاماميه وتجلس. شنو زعما هاد الصور كيفاش راه لوجيك؟ شنو هاد الصور؟ تاخذ ارض تعفف وخا يعطيها تقول له سيدي انا في غنى شكرا لكم وخا يكون القانون لا اسمح لي. عندي واحد خينا ناعس في قادوس مسلم بشر معاق، عندي بنادم في الاطلس كيموت، عندي الناس باقا ساكنين في الكهوف باي حق. وهذا الشخص ياخذ هذه الارض، خذ الارض في الرباط وتصيفطوا للحوسي ما يحل المشكل. سرق هنا ويمشي مثلا واش هذا لوجيك عباد الله؟ واش انا اخلوش واخد كاع الاراضي افريقيا كيروزين ديال الطيارات كيعمر البوطاغاز ثروات ومن شحال العافيه تصيفطوا لي زعما بساكادو هابط من الطياره يدوخني بساكادو وتجي دير لي شنو كيسحب لك انا؟ شنو بغيتيني؟ شنو بغيتيني؟ شنو المطلوب مني انا؟ شنو المطلوب مني انا؟ تنقول لك اخلوش مشى خدا الفلوس ديالنا مالنا العام. هذه زياد تيقولها خدا فلوسنا ومشى عند شركات امريكيه وجاو امن شركته خاصه. والفصل 36 من الدستور المغربي تيقول لك القانون المغربي يعاقب على تضارب المصالح. شنو هو تضارب المصالح؟ هو انك انت كتكون مثلا وزير يعني كدير وظيفه عموميه وفي نفس الوقت كتخدم مصلحه خاصه. تضارب المصالح مصلحه خاصه مع مصلحه عامه. هذه راه فيها الحبس. خاص الملك يدي اخلوش الحبس. علاش الملك ما خرجش دار بيان الديوان الملكي كيما درتي الديوان الملكي بيان على نبي بن عبد الله وعلى كان؟ علاش ما درتيش حتى الديوان الملكي على هذه؟ وعلاش هاد الديوان الملكي غدير؟ لان الملك في الواجهه. علاش؟ لان الفصل 42 الملك هو اللي كيحمي الوثيقه الدستوريه. اذا عندك الفصل 36 اخلوش تقبوا 36 شكون اللي غيحميه؟ ماشي الزفزافي كيحميه الملك. اذا فين هو التواصل؟ فين هي الدوله؟ شكون نعاقبوا هنا؟ كيما الزفزافي غدير له تمديد الحراسه النظريه. علاش كتطبقوا على الناس الصغار وما كتطبقوش على الكبار؟ شنو بغيتوا المهداوي تخلعوني وكلشي تيخلعني وسكوت راه يقتلوك يذبحوك؟ واش كنقول عيب؟ واش كندافع على القانون عيب؟ واش كندافع على المؤسسه الملكيه تكون قويه؟ واش انا خايب؟ واش ملي كندافع على الملكيه تكون قويه وعادله راه كلشي غيعز وين؟ الحوات غيمشي يحوت في خاطرو، البقال غيمشي يبيع في خاطرو، كلشي بخير. الا كان الظلم راه غتمشي بحالها الملكيه. علاش؟ لان كاين ملكيه عدد منها مشات بحالاتها، كاين عدد من الناس طغاو في الارض وماتوا جبابره في العالم. عندي التاريخ تيحضر لي. ماشي معناها انا كنقول الملك محمد السادس يمشي بحاله تنبه تنقول له راه تعيا يقول لك راه حتى شي مسؤول امني ما يقول لك الدنيا هانيه. راه الشعوب لا هاجت راه والله لا رجعت لك اللور ضربها بالاباشيت. لاحظوا معايا دابا كيفاش كيواجهوا الحراك. جوج اساليب، اسلوب التضليل والتخويف. اما نخرج لك انا البلطجه المارينز وعندكم على القراعي والسبان والعصا والتهراس هذا او اسلوب ديال التضليل. الشيعه 20 شيعه قال لك هذا الفيصل جوج ما يقدش ينتقل معك الاسلوب اخر. هو الحل اصغاء للمنطقه. اجلس مع الناس صيفطوا حكماء ديال المغرب. واش المغرب هذه دوله؟ واش انا كنقول لك الحكومه دايره المصيبه ومصيفط لي غير الحكومه الصيك؟ اش بغيتي تقول؟ يعني كتبان لك النيه مبيته عند الدوله ديال اجهاض الحراك. مصيفطه لي وجوه مشبوهه كلها تيكرهها الشعب وكلهم كياخذوا الاواني الفضيه وفاسدون. مصيفطين فاسدي وصيفطتي لي خطبه جمعه داعشيه انا كنعتبرها. لان انا انت عباد الله اللي كنصلي وانت كتقول لي ان شكرتم لازيدنكم وان كفرتم ان عذابي لشديد. واش والله العظيم يا بالله ما كنمثل عليكم، والله حتى كنضحك من قلبي. راه شوفوا معايا الصوره غنبسطها لكم شويه. هذه مدينه، هذا بشر خرج لي كيحتج. اش بغيت يا البشر؟ بغيت مستشفى، بغيت معمل، بغيت جامعه، بغيت واه
اش قالت الحكومه؟ لا نتوما انفصاليين. حيحت انايا، لا ماشي انفصاليين. اش قال الملك؟ نصيفط واحد الناس يحلوا لي المشاكل عندهم. مشى هاد الناس، السلام عليكم، اش خاصكم هاد الناس؟ خاصنا وخاصنا. في نفس الوقت هذه الدوله هذه صيفطت خطبه. اش كتقول في الخطبه؟ وان تشكرنا لازيدنكم وان تكفر فان عذابي لشديد. بمعنى اش كيقول الخطاب؟ ان تشكروا ذاك الوضع راه بخير ماسكم حتى خير، ولا كفرتوا واحتجيتوا فان عذابي لشديد. اذا جوج خطط هنا، خطه ديال الدوله بديك خطبه الجمعه ما عندهاش نيه الاصلاح. خاص الخطبه تكون مواكبه ومكمله لخطوه الوزاره. اش يقول الخطيب تما؟ الحمد لله على نعمه الله، صحيح هناك تجاوزات، هناك اختلالات، وقال الله فانه الكمال لله وحده. وعن ابي هريره فان الصبر يقتضي، صحيح المواطن هناك تقصير المسؤولين عن فلان بن فلان، عن امير كذا، عن كذا، دار واحد نروح تقصير. فقالت له الام ولكن بكل الحال الحمد لله على نعمه الاستقرار، وعندنا الملك راه مزيان ودار هذه ودار هذه، باقي ناقصه شويه، فاصبروا ونتعاونوا ايها الاخوان باش نخرجوا. هذا هو الخطبه. كتكالميني انا واش انا جي صيفطتي لي واه وكذا وصيفط لي انا خطبه تقول لي اللهم سكتي ان عذابي لشديد. واش عذابي شديد؟ كتستفزني، كتخلعني. الا كتقول لي عذابي شديد واشكر، شحال واش غنشكرك؟ علاش غنشكرك؟ شحال من معمل كاينه في الحسيمه؟ شحال من مستشفى كاينه في الحسيمه؟ على واش غنشكرك؟ وتشكرني لازيدنكم. على واش غنشكرك؟ على والو. حيد دوك الناس الريافه، حيدهم الخارج، ما يصيفطوش فلوس باش عايشين. باش واش حنا واش ما كاينش واش قلعه السراغنه فيها جامعه؟ واش قلعه السراغنه مع تحيه لاهل السراغنه ويستاهلوا اكثر وكل، وكيفاش مدينه تما ما فيهاش؟ وتقول لي المناره المتوسط ما كاينش جامع العلم علاش غيجي بنادم من الحسيميه للفاس باش يقرا؟ علاش قول لي واش ما كاينش فلوس؟ قول لي واش ما كاينش الفلوس؟ قول لي انا وصلت دابا المواطنين، واحد عيط لي وما عرفتش انا الخطوه، تيقول لي احمد يرحم باك الا مهضر مع شي اخوان احنا المواطنين بغينا نساو مع الريف. واش ما كاينش الدوله باش المواطن؟ ولا تيقول لي انا مهندس بغيت المهندسين نمشيو نديروا مشاريع في الحسيمه وما نتخلصوش. واش ما كاينش الفلوس؟ تعطيك 700 مليون للمغنيه، ما لقيتوش اللي سكتكم بصحه، موازين صحه. وهنا كنرجع وكنقول الجماعات الاسلاميه وعدلوا الاحسان مع كامل احترام الاشخاص فيهم، والعدل الاحسان القواعد ومعزز عليا قيادات. اما القواعد الله عمرهم الدار والله العظيم. كيفاش نتوما عندكم هاد البشر كامل؟ انتم عا الزفزافي شوفوا واش داروا في الدوله، شحال من زفزافي كاين؟ شوفوا شنو خلقوا. علاش انت مجمع لي البشر تما؟ اش كتسنى؟ خرجتي ل 20 فبراير شويه رجعتي، ايوا هذه هي الفرصه خرج بشكل سلمي وبشكل حضاري وبداك الشيء اللي كيأثر الدستور. ما تخرجش عند الدستور، انا مع القانون. ايوا صافي اسمح لي، اسمحوا لنا هادشي ما بقاش زين. ما تخرج انت عاد كمال العماري الله يرحم فاض النار، وانا بغيتك تخرج، ولكن تخرج عاد كمال البارح عاد كمال وتقول لي لا حق راه غيقولوا غيغبقوا عليا ما غيبقاوش عليا. انا من دابا مهداوي، كل جماعه وكل حزب حقه يتظاهر بشكل سلمي وحضاري، ما كاينش ركب ولا ما تركبش. وهاد الثقافه ديال كيبقاو المواطنين لا عنده احسن عاد تركب، لا النهج غير يركب. لا سيدي الحراك ما ديال حتى واحد ما عنده، حتى واحد ما محفظ الشارع في سميتو، حتى واحد غير اللي خرج غينضبط الاهداف ديال الحراك. ما يطلع لياش السقف. الحراك اش بغينا؟ خبز، مدرسه، مستشفى، صافي. ما تقول لي انا لا ما تناقش لي لا الاسلام د الملك، ما تناقش لي لا الخلافه، ما تناقش لي لا غدا جمهوريه لا والو. مثلا حدود هادشي. وشوفوا كيوقع هذاك السيك الدوله. علاش نجح حراك الريف؟ علاش؟ لان الاجنده هي اجنده اجتماعيه، واخطر اجنده هي الاجنده الاجتماعيه. هذه شحال كان بعض اليسار كيمشيو في النقاش ديال الديمقراطيه، تقبيل يد الملك. انا ساكن في ناغور، انا ساكن في قادوس، تقول لي الملك راه كيبوسوا له يده ولا رجله؟ انت بالنسبه لك حيت شبعان عندك واحد الصالح في 2 مليون انتقلتي الى مطلب اخر هو البوسان. انا بالنسبه لي يبوسوا له رجله ولا يده ولا راسه، انا باغي نعس، وفر لي السكن، انا باغي الخبز، عطيني ناكل. انا فوقاش غتستفز واحد الشخص الا قلتي له مثلا ما تعطيكم عام مثال، واش شي الملك محمد السادس كياكل 4 الخرفان عاد عام مثال، انا فقير فيا الجوع، وكتجي عند شي مواطن تعبه وتقول له شوف راه خصك تحتاج مالك، شي الملك راه كياكل 4 الخرفان وكل خروف كياخذوا له غير ضغمه وثلاثه اخرين كيرميهم تما. غنستنفر ويلي انا كنموت. ولكن انا فيا الجوع وكتقول لي راه البوسان بيدين، ما كيعنينيش. تقول لي طقوس البيع ما كتعنينيش، ولو انها هي بصح فيها واحد، ولكن ماشي اولويه، ماشي شي حاجه اللي كتاتيري لانطونسيون كتستفز. انا الا قلت لي الملك راه عنده 4000 قصر، مشيتي عند شي واحد ساكن براكه غتقنعوا. كيفاش انت ساكن براكه وتجيب الله؟ ولكن الا قلت لي انا الفصل 19 كانوا كيناضوا الفصل 19 وصلاحيات ديال الدستور، الملك عنده صلاحيات دستوريه، هذا نقاش ما غياتيريش. دابا لا ولات الاجنده الاجتماعيه، الناس تقاسوا في الخبز، في السكن، في صحتهم، كيخرجوا. والحدود الساعه والمغاربه شعب ذكي ما باغيش يغامروا الملكيه،
وجالس كيتقاتل. ولكن الملكيه كما قال خالد الجامعي، المهم ما عقلتش على مقوله زوينه، واحد المقال ديال البارح، يعني الطاعه الا ما كانش العدل الحاكم ما يبقاش طائع، المحكوم ما يمكنش يطوعوك الانسان الا ما عدلتيش. خاصك تخرج تدافع، وماشي بحدود هكا، خاصك تخرج تضرب على الحيط. غيط كل جوهر المشكل كنقول لكم ونتحمل فيه مسؤوليته ويمشي فيه للحبس والله ما نخاف. القايد علاش كيشد الرشوه؟ لانه ولا رجل السلطه الصغير ولا المخزني ولا مثلا ماشي كلهم بعضهم، حيت كيشوف الملك مثلا عنده كيبيع ويشري وعنده الثروه وعنده المرجان، حيت الملك مسؤول كبير هو مسؤول صغير. ملي كتعطي انت المخزني واحد 3000 درهم في الشهر ولا 2000 درهم وغارق كريديات وخصو يعطي لمو 300 درهم وخصو يعطي لباه 500 درهم، ما يمكنش يكون موظف نظيف، حيت الضغط ديال الزمان ملي كتجيه فرصه شي واحد يدور معاه كيشد. ولكن تصور الفوق مثلا غيكون الملك مثلا عنده الصالير، عنده مثلا الملك واحد 10 ديال القصوره، كل مدينه فيها قصر ماشي مشكل، ولكن ما تولي عنده في كل مدينه جوج قصوره 3 مثلا، وكتخرج تقرير ديال فوربس وتيقول لك الملك عنده، وكتسمع ثوره الملك فلوسه كتزاد. واخا نكذبوا وننافقوا في قلبنا ونقولوا لا الماء، ولكن في قرارة نفسه كل واحد كيكون واحد الحقد دافين. ما يمكنش يقيس الملك وي، ولكن غيقيس الوطن، غيقيس الشعب، غياخذ مال الشعب وغيسرق، حيت ملي كتكون الفوق تيكون انضباط، وملي كيكون ضرب يد. هذا هو المشكل. المغاربه بكل ادب صدقوني راه الصراع فين، راه الاختلاف فين بكل ادب. انا راه كنناقش مع الملك بمنتهى الادب، الملك ماشي هو اللي اختار هذا النظام الحكم، ورثو موروث. والعصابه اللي حاكمه المغرب خاصكم تعرفوا واحد الفكره، والله ما في صالح هذا الخطاب ديالي وما في صالحاش الملك يكون كيتخلص من الدوله وعنده، هما اللي كيقنعوا تيقولوا ما تناقشش الميزانيه القصر في البرلمان، هما اللي كيقنعوا بهذه المصائب. علاش؟ لانهم كيتخزنوا بهذه الملكيه بهذا الوضع، حيت هكا كيتسلسل النهب، الاخر كيسرق والاخر كيسرق والاخر كيسرق. حيت ملي كتبغي تفتح الفساد غير كتقاس الاخر غيفضح. خاصك كاع دير الفساد تفتحوا في المغرب، حيت الفساد مشتت في الادارات كلهم. خاصكم تعرفوا دونك هما من هاد الازمات كيديروا كيغبقوا علينا حنا. ها القانون، انت المهداوي راسك سخون باغي الفتنه، راسك سخن زدتي فيه شبعتي خبز، علاش ما كنتش كتهضر شحال هادي؟ عاد تحل لك الفم دابا. هذه كلها هروب للامام، ما عندهمش الناس، لان العصابه واكله. انا فتحتي سوق الجمله في كازا راك عاد جبد حنج بوضلعه، راه الا فتحتي الفساد في الداخليه غتلقى الفساد، راه فتحتي جميع القضاء راه الفساد. هادشي اللي كيبان راه شويه. واسهل حاجه باش نسد هاد البيبان هو ان هذاك السيد اللي يفتح لي الفساد ندخلوا للتليفون ديالو ونجبدوا شي نهار شي بيره باش نهني. هو اللعبه، ونشدوا نصوروا مع الشيعه، ونشدوا نصوروا راه ضد الرايه وراه ضد الملك. لا سيدي، حنا وختام هذا القول والله ثم والله ما كنخاف انا غير من الله، وحاجه ثانيه كنخاف منها انني ما ناديش شي واحد. وهذه كلمه حق كنقولها، انا مؤمن بالملكيه ماشي خوف ولا تمرق والله العظيم. اش كيقول لي عقلي؟ ايوا هذا السي المهدوي ما تريب الملكيه وهذا وعالج. علاش اخويا نضيعوا الوقت؟ حنا عندنا ملكيه 4 القرون. عندي مكتسب اخر الشعب مرتبط بها مهما كان الارتباط، ممكن الارتباط الشعبي بها قوي. ما يمكنش المغربي واخا تقول له الملك، المغربي داير هكا. نعطيكم عام مثال، ولا ماشي نقول الملك راه كيسرق، عام مثال شي تقول المغربي بالكيران سرق غيسعر، تقول المغربي الحموشي سرق غيسعر، تقول. ولكن الا قلتي له واخا الملك ما سرقش مثلا، انا كنقول عكذا، تقول الملك سرق يقبل. كاين واحد الارتباط هكا، ما عرفت منين جا، انا ما عنديش ليه تفسير. ولهذا ملي عندي شعب انا داير بحال هكا، علاش انا نضيع الزمن وندخل في الدماء والقتل والذبيحه والعصابات غير كتهيج الملك. كيطلعوا عنده تيقولوا ها انت سيدنا سمع المهداوي فمو تصر، شوف يوصل معاك. دابا اش كيقولوا؟ راه كيديروا هذا الفيديو ديالي هكا والله العظيم. الا كيمشيو عند الملك تيقولوا له شوف هذا اللي كتقول له، هذا اللي قلتي ظريف، شوف يوصل معاك من هذه الكار هو غادي بيك. واش كيقولوا له؟ شتي المهداوي كيدير لك هكا راه لعبه، راه غادي كيريب لك العرش وراه غيدوز لك منها وراه مشى للجزائر وراه كان البارح موريتانيا. كيقنعوه مثلا. انا كنقول لكم صافي تم الكذب والتضليل، وعطيه المهداوي غدا المحكمه وعاد دوزوا لي من شي قنت شي نهار راه شي شيك بدون رصيد ما عرفت منين جا وانا عمري مثلا شي حاجه، وبعد كيديروا كاع هكا كتوقع الاشياء. ولهذا حنا كنقولوا نحن نريد ان نعيش في امن وامان في اطار الملكيه. كنقول الملكيه عود ما نربحوش الوقت. ثانيا المغرب ماشي وطن، كاين البرلمان، كاين المحكمه الدستوريه، عندي حكومه، عندي تعدد حزبي، احزاب بزاف، كاينه واحد المكتسبات حقوقيه عندي. صحيح برلمان كاين ولكن فارغ، بغيت نحولوا انا الى برلمان عامر، ولكن الى حد عندي بحال واحد الدار. عندي الدار خصها تفرش، ماشي بحال ما عنديش الدار. انا المغرب عندنا الدار، ولكن بغينا الطلامط، بغينا المكانه، بغينا التريه، بغينا التلفازه فين نتفرجوا. هادشي اللي ما كاينش. ولهذا حنا دابا كنتقاتلوا باش تفرش الدار ما خصهاش تبقى خاويه. كاين البرلمان، كاين تعدد حزبي، ولكن ما كاينش تعدد سياسي. احزاب كلها حزب واحد،
احزاب كلها كتشوفها في التليفونات. الا قريتوا البيان الاخر وشو الاحرار تحشم تعرق والله ما نعطيه الوقت ولا رجعت له. نحشم كيتحركوا في التليكوموندات. يجي دابا يقول لي المصالحه، اش من المصالحه؟ واش من مناظره وطنيه؟ واش من عباد الله يجازيكم بخير؟ مناظره والمحامون غاديين يترافعوا والصحافه اللي كتكتب واحد الحمد لله بلاد الحريات وراه الاولاد كيضربوا الحبس الزفزافي ورباعته. اش هاد تعاودنا ديك المسرحات الاموي وكتعاودنا كل عام مع عدد من المعتقلين السابقين. احبسوا عين هادشي والملك محمد السادس بكامل الاحترام ليه ادير خطاب وعندك حق دير العفو، واخا هما ماشي مجرمين ولكن القانون تيسمح لك دير العفو كامل الاحترام ليك. والملك مصان في المغرب، ولكن الملك تنقول لك انتبه الى حاشيتك، بعضها لا يريد بك خيرا، والله لا يريد بك خيرا. اللي ما يعطيكش الحقيقه ويفتح لك عينك على المخاطر لا يريد بك خيرا. البلاد ماشي هي هذيك، اسمح لي انا اللي كنهضر بهذه الجرأه منين جاتني واش ما كنخافش على وليداتي، راه الموت الخلعه فيا دابا كنهضر، ولكن وصلت للنيفو. شوف انا المريض، شوف انا واش الناس ولا يخرج هنا واحد يقول لي الميديكال ما كتلقى ما تاكل ما تشرب في اذاعه ديال الشرعي، واش كتخلقوا لنا المشاكل؟ واش حنا عندنا ازمه في الصحراء باغيين بشكل دبلوماسي نحلوها وانت كتورطني وبغيتي المهداوي يسكت؟ راه الوطن غادي بحالاتو، وراه الملكيه غادا بحالها، وملي تجي لي لبس هاد المارينز راه كتخلق لي مشكل مع البنطاغون ومع السفاره. واش هادي واش ملي المواطن يولي يحل محل الدوله ويبقى يدير واش بقات من دوله عباد الله؟ واش بغيتي تتريب عاد تقول وقالها المهداوي؟ انا كنبهك بورا شاعلت دابا شاعلت واش شاعلت عباد الله. خرجوا وقولوا الحقيقه ورخيو الدراري وارخيو هذوك عدراري وسير شد اخنوش وقولوا منين جاتك الارض وقولها شكون هو داك سير شد ليا مفاتيح افتح لي الملف ديالها. وعلاش ديك ايديا مسكينه تموت عندها 3 سنين ما بقاتش الدواء؟ شكون هو اللي ما دارش المستشفى في تينغير؟ علاش ما قدرناش نوفروا مستشفى في تينغير وحنا كنبنيو مستشفيات في افريقيا وكنبنيو مستشفيات للناس؟ هذا سؤال. من دفع شكون اللي حطت السياسه؟ كاين خلل في الاداره الكبيره، كاين قصور، كاين طغيان، كاين واحد صافي سخنوا راسهم دوزوا 20 فبراير قالوا صافي الدنيا هانيه شعب سوق خاوي، داروا الحزب الواحد وتقول احزاب هانيه، دخلوا على شباط الدنيا اش يخرج منهم راه ذاكرته المغاربه سوقهم خاوي. هكا تيفكروا غادي. ولكن الى متى؟ الى ما كان اليوم راه غدا وبعد غدا، والمصيبه قصوا دابا الناس مشاعرهم وتقول لي الانفصال ولا ماشي الانفصال والشيعه وتصور لي انا تقيسني في حميميتي، تدخلي لتليفوني وتسرب صوره، تسرب زي صوره وانا راك تخرجوا لي المواقع ديال الوسخ. واحد الموقع ديال الوسخ هو كيعرفني وانا كنعرفو، واحد الصحفي وسخ وعندي اسرار، ولكن ما باغيش ننزل ما باغيش نحرف. عارفهم بنادم كونيكتي كيكتب ما كيحشمش، تياخذ الفلوس باش يضرب الوطن. دابا حنا باغيين نعملوا على الوطن، تيجي لي تيقول لي الفتنه والاستقرار حيت كدوز له 30 مليون في الشهر. هو من اجل 30 مليون كيبيع الوهم وتيكذب. المجرم نهار اللي تعتقل انوزلا خرج نهار الاول تيكتب في صفحته تيكتب اعتقال المجرم انوزلا، ومشى كيكتب واحد عباد الله تيقول بان من نشرت فيديو كانه اطلق رصاصه. بقى النيابه العامه صحفي راه في الدار البيضاء راه معروف، راه عنده مجله وعنده جريده ولا بغينا نخرج فيه رانا نخرج فيه طول وعرض، غير ما باغيش ندخل معاه وعندي تفاصيل خطيره كاع كي ما وصلش لهذا النيفو. انا خلي دابا الى مزبله التاريخ ديك وسخ الدنيا اللي كتاخذ وديك الفلوس خذها. حنا كنشموا غير يدينا وكنقولوا الحمد لله وكفينا راس المال حب الناس وكيعطفوا علينا الناس. شحال تاخذ من الدنيا؟ شحال تاخذ؟ كتكذبوا دفعت الزفزافي يدخل الحبس وليد مسكين كاع اش قال كاع. انا نمشي معاك بهذا التحليل واخا ما كاينش غلط. اش دار؟ هو سبب موت ايديا، سرق شي خدا شي ثروات شي حوت. شنو دار اصاحبي؟ اش دار؟ هو اللي خدا 185 مليار درهم ديال اش دار هذا الولد؟ اش دار اللي كانت كتعمر عليه في الشوارع وتهيج عليه المجتمع وكتستغل الاميه وتستغل اليوتيوب وها هو قاعد وتصوروا بلحيه؟ اتقوا الله. راه اليوم الدنيا راه قد دات عيا ما دير هادشي ضربك طاكسي تموت وتقدر غير شي عصبه. راه فين هادشي كله راه كيتسالى. تعاملوا مع الناس وحنوا من الناس كيما علاش انا كندير هكا؟ حيت انا تألمت، حنا تألمنا، حنا تظلمنا، تحقرنا في هذه البلاد. التاريخ ديالهم وهذا ربما نجي نناقشوا في وقت اخر. راه الحقره انا منين كنجي؟ انا كنهضر هكا منين نجي؟ من واحد الوسط اجتماعي. الوالد ديالي امام مسجد وموظف في وزاره التربيه الوطنيه، ومشاو عباد الله كاين واحد الدار وزوروا وثائق وعندنا وثيقه ديال الكلاء وكذا. ومشاو جابوا واحد السيد سميتو لارغو في سيدي قاسم راه معروف وكتعرفوا رئيس المحكمه وراه هضر وخداه وزوروا ومرتو حتى هي فايته تحت في التزوير وهاي وزوروا وكتجيب اسم الملك ورئيس المحكمه تيقول الوالد ديالي امام. سي امام انا كنشوف في صدرك تصور واحد النهار وحنا كنا داك السيت باقي صغار باقي ماشي وضعي بحال هكا دابا وما كانوش الاخر كلشي تيقرا وامام مسجد وكينشر الاسلام وسط المسجد و60 عام ويصلي الفجر
ورجل صالح وانتج اسره عرفتو داير، عرفتو شنو هي موظف وزاره التربيه، موظف بسيط وامام، وعطاك 2 دكتورات، وعطاك 5 الاجازات، 7 الخوت، عندنا 5 الاجازات في الدار و2 دكتورات. شنو هو الجزاء ديال النظام لهذا السيد؟ هو انك تجيب الحكم ويجي رئيس الحكومه، رئيس المحكمه، وتجيب دارك الملكي جابوه من الدار. هذا هو النظام اللي كتدافعوا عليه وتخرج البشر. ولولا ان الوالد مسكين العفه والطهاره تعرفت عليه، العفه والطهاره ودار الدار ديالو، كان المفروض انا دابا نكون داعشي ما نكملش قرايتي، كان المفروض الاخت ديالي ما تكملش، كان الاخ بالعكس. شوف الاسره جو النجاح، عنده دكتوراه تبارك الله البنت، الاخر دكتوراه، الاخ ديالي عنده اجازه في القانون، اجازه في علم الاجتماع، الاخ الاخر عاوتاني اجازه في علم الاقتصاد، الاخت الاخرى الصغيره هي الماستر دابا غادا الدكتوراه في علم الاقتصاد، البنت الصغيره مره اجازه في الاقتصاد. كان ممكن حنا ندوعشوا ونحارفوا وناخذوا موقف من الوطن ومن الدوله، باقي مسالمين وتربينا مع با نحترموا الملكيه والمؤسسات. شوفوا هذه الدوله الحقاره، لولا ان حنا الوالد ديالنا تبارك الله ذكي، والحمد لله حنا من اروع تقريبا الى عدد من الناس محترمين وسط القبيله ديالنا. وكان ممكن انا يكون رد فعلي ديالي عنيف ونقول الدواعي راه ساهل، ولكن لا، ماشي معناه انا راه عندي زعما حقد نفسي، والله العظيم لا تصالحت. وهذاك رئيس المحكمه راه مشى، راه عبد الله غيتحاق، والله لا دازت له ولا في الدنيا. انا بخير دابا، الوالد ديالي بخير، حنا عايشين بخير. وهذاك الشخص اللي دا الدار راه دابا مريض، وراه مصيبه كحله، راه الظلم وظلمات. لهذا حنا علاش كنقولوا هكا، ما بغيناش هادشي يتكرر مع ناس اخرين. حنا الحمد لله طحنا عقلنا ذكيين، والحمد لله كلشي خدم، كلشي توظف دابا، كلشي بخير تقريبا، تجاوزنا الاشكال. ولكن كنقول لكم كاين ناس، بلا عدد من الناس بحال هكا، راه المجتمع فيه الظلم المغاربه، راه كاين الحقره المغاربه، راه كاين التعدو، كاين التعدو. واش انا من نعطيك هاد الاوصاف عاد تقول لي المهداوي الفتنه، لا باغي زعما خصنا تاخير؟ بالعكس، انا علاش كندير هكا؟ لحقاش انا كنعتبر راسي كرمني الله بهذا الموقع، كنساعد، كنقول للملك راه كاينه بلادك فيها مشاوئ، وما راه ما بغاتش العصابه. واش انت دايس الشكر عاد تاخذ ارض الدوله؟ علاش اصاحبي؟ انت محامي وعندك مكتب وانت اشتراكي، كتقول واش الاشتراكي تاخذ الارض ديال الدوله؟ شكون انت؟ رجع للدار ارض اصاحبي، رجع الارض، وتجي غدا تركب ليا وتبقى تقول لي ان الحق، ان الوطن، ان الاشوا كانت حشومه بلا فقيه مصيبه. دي ارض ب 20 مليون بايعها ب 4 مليار، العنصر واخد الارض ب 300 مليون، الاخر واخد 22 مليار فضيحه الملاعب ديالك، ومن بعد مرجعوا لينا نائب رئيس جماعه. دابا واش كتضحكوا علينا ولاش هذه المصيبه الكحله؟ فتحوا الفساد وشوفوا الظلم اللي كاين في البلاد. ولهذا انا نقول لكم واحد الفكره، راه الحل ماشي هو القمع ولا الترهيب، راه هو تعيا الدرك، راه واحد النهار غتبان الحقيقه، ان سيرتان جور غادا تبان الحقيقه. ولهذا حنا كنقولوا بغينا هاد البلاد تبقى كاينه واحد المقومات ديال بناء دوله عندنا، خصنا راه كاين راه الفساد بزاف في الاحزاب. واش الدوله كتقتل الوسائط؟ البارح منار سليمي انا ما تحتيش فرصه نجاوبو، كتقول لي اين هي الاحزاب؟ اين هي؟ شكون قتل الاحزاب؟ واش انت ملي كتدخل للنقابه، واش انت ملي كتخلي واحد المجموعه دير مؤتمر في اوطيل وتوفر لها كل الشروط على التليفون، بالمقابل النقابه ديال الشباب تدخلها بالبوليس، اذا انت راه كدقدق الاحزاب، وغدا تقول لي اين الاحزاب؟ طلعت تاكل الكرموز، شكون اللي قالها لك؟ غير معقول هادشي اللي كدير الدوله، كتدمر الاحزاب والجمعيات وفي الوقت تسول اين هم. هذا غير علاش هما كيدمروا؟ لانها كتخاف من المساءله ومن التحقيق، كتخاف من لانها تسارق، ما باغيش الهدوء، ما باغيش ادوات ديال الديمقراطيه. هي تؤمن بالديمقراطيه ولكن لا تؤمن بادوات تحقيق الديمقراطيه. لان الديمقراطيه غنقول لكم من اين لك وسوق المجا وفين هذا وفين هذا الثروه، واش انت واخد داك القصر، وعلاش انت واخد داك الحوش، وعلاش انت واخد مثلا ديك الطنوبيله؟ بقى نسولك، ما باغيينش هما يسولونا، هما باغيين يديروا لنا المعامل، نمشيو ل 45,000 ريال من 9 الصباح ل 2 الليل، يورطونا المعلمين بالكريديات، الصناديق تخوى، ملي تخوى الصناديق الاساتذه يخلصوها من الجيوبه ديالهم، رشيد شو تقشاب مع بهجه ولا مع كذا، الضحك الدنيا هانيه، والحشيش راه مرخيليه في الدراري اللي بغى يتبوق راه يتبوق، وراه خيليه المصيبه الكحله الفيزازي، ولا بغى رجال الدين يصوت عليك عاوتاني بشي قرقوبيه بشي فتوى في الدين عاوتاني مره يكلغك، نهار الجمعه تمشي للجمعه تسمع خطبه لا علاقه لها بهذا الشيء، كيناقش لك الاسراء والمعراج ومستحبات الوضوء وعن ابو هريره ودلاع بك مره، وكدير عباده انك الدنيا هانيه وكتخرج برا. هذا هو الحياه بحال هكا، نهار تخرج تهضر نجي نقول لك انا تقرير عندي 20 شيعه وعندك رابطه بالشيعه وتركتي مع افغانستان ودزتي من كذا. انا كنقول لك انا بالنسبه لي لا يمكن لا شيعه ولا انفصال في الريف، صافي فرضا نمشي معكم في هذا التحليل. حتى لا كان السؤال شكون اللي وفر له الشروط باش يدخل الشيعي ياكل من عندي؟ شكون اللي خلاه يقتات؟ واش انت كتوفر الشروط وفي الاخر تعاقب عليها عباد الله؟ وسير الشيعه دخلها لي في النرويج وكندا، سير قول الفتنه في كندا ولا في سويسرا،
راه تقطمك يهرب من دار العرس، وراه تقطمك يهرب من دار العرس. واش الا كان الانسان، واش انا غتجي تاكل فيا دابا؟ واش انا ممكن تجي تاكل فيا الضباع دابا؟ فوقاش غتاكل الضباع والكلاب فيا؟ الا وليت جوتا وتخنزت وتحلحلت وكذا حتى كنولي خانز، والريحه عاد كتجي الضباع تاكل فيا. ولكن ملي كيكون صحيح وكذلك الدوله ملي كيكون الوطن صحيح والمجتمع صحيح راه ما عاد شي واحد ياكل فيه. نتوما ولكن علاش انا ماشي صحيح؟ نتوما اللي بعتوا المستشفيات ودخلتوا الخصاصه وجبتوا سياسه التقويم الهيكلي وجبتوا السياسه ديال بعتوا الوطن، بعتوا كل شيء بعتوا كل شيء، الحوت الهواء الصحه، خصصتوا كلشي المواطن غيطردك غيمرض جالسين فين غادي بينا كل مسافه اوروبا جالسه تما كتبيع لنا، وحنا في الاخر بغيتونا نسكتوا لكم، راه ما غنسكتوش. تحيه لكم الزوار ديال الموقع، على امل اللقاء بكم في حلقه اخرى بحول الله. الى اللقاء.